السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هاخدكم كده جولة سياحية كده في خان الخليلي والحسين. ده تاني يوم من العيد. كل سنة حضراتكم طيبين. طبعا شايفين طبعا منظر التحف والانتيكات، الحاجات الجميلة بتاعت مصر طبعا اللي مشهورة بيها. وشايفين طبعا هنا شايفين دي تماثيل المطربين العرب، أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب. طبعا من عظماء الفن، عاملين لهم تماثيل جميلة جميلة. طبعا ده فخر لمصر وشرف ليها، وتحف جميلة زي ما حضراتكم شايفين. فأنا مشيت كده في الشارع أنا وبنتي، فقلت لازم أصور لكم الحاجات الجميلة دي. شايفين البرديات والشغل الجميل اليدوي. فقلت لازم أصور لكم. ولو عجبتكم الفكرة قولولي. كل مرة كده إن شاء الله أروح لكم معالم السياحية بتاعت مصر وأصورها لكم. اللي دخل مصر وخارج مصر كده يتفرج على حاجاتنا الجميلة. هنا طبعا شايفين الأنسيالات والأنسيالات الذهبية الجميلة والخواتم. ودي الشباشب كده فرعونية مذهبة جميلة برضو حلوة. عارفين طبعا ان السياح بيحبوا الحاجات دي. والحسين طبعا فيه كده روحانيات جميلة جميلة كده، وحاجة سبحان الله، حاجة حلوة كده. ويا ريت كده ان شاء الله اللي يشوف كده الفيديو ده يجي كده ان شاء الله خان الخليلي والحسين، هيتبسط خالص والله. هنا طبعا شايفين الاهرامات طبعا كذا لون، بالعاج وبال المادة اللي بتصنع منها التماثيل وكده. هنا شايفين برضو الحاجات الفرعونية، التماثيل الفرعونية. شايفين طبعا توت عنخ آمون وكليوباترا. دي طبعا حضارة مصر العريقة الجميلة، طبعا حاجة فخر لمصر طبعا. وبعد كده هنشوف كده حاجات جميلة برضو شايفين المنظر التماثيل اهو. فعجبني اوي بصراحة، فقلت لازم اصورها لكم. شايفين برضو المطربين المصريين برضو عاملين لهم تماثيل. هيفضلوا طبعا عايشين في قلوبنا طبعا العمر كله. وده طبعا بدل الرأس. عارفين طبعا السياح بيحبوا الحاجات دي، مشغولة كده شغل يدوي وجميل. وهنا برضو تماثيل كليوباترا وطبعا ده فخر لحضارة مصر العريقة اهو. ودي الشيش، معظم الشيش هناك والآلات الموسيقية هوريها لكم دلوقتي. دول طبعا السياح اهو. وريحة البخور طبعا فظيعة فظيعة، والعطور. وده طبعا محل برضو انتيكات. دي عبارة عن صينية بالبراد بالفناجيل بتاع قهوة وشاي. برضو حلو مزغرف وحلو، حاجات مزغرفة وجميلة. وده الأنسيالات والكوليهات على هيئة الملابس الفرعونية القديمة الجميلة طبعا. فقلت بقى لازم اصور لكم الحاجات الجميلة دي، ما استمتعش لوحدي، قلت لازم متابعيني يستمتعوا معايا. هنا طبعا مشغولات نحاسية جميلة. ده محل بخور اهو. كان هنا بيوريني نوع من البخور غالي وحلو. دخلت المحل ده بصراحة، الروايح بتاعته فظيعة 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 حلوة. اشتريت طبعا بخور هنا اهو. دي علبة بخور بيوريهاني. اشتريتها والله مش غالية يعني، حلوة سعرها يعني معقول. ونكمل بقى المسيرة بتاعتنا في شارع خان الخليلي. احنا نزلنا كده مع العصر، طبعا الشمس كانت ضاربة في وشنا. وهنا محل برضو مشغولات نحاسية جميلة بصراحة، في شوية تحف يعني بصراحة جمال فوق ما تتصور. نكمل بقى هنا برضو التحف الفرعونية، الأهرامات. ودي الباجز اللي هي الحقيبة المرسوم عليها العين الزرقاء. وبعد كده هنا الآلات الموسيقية. شايفين طبعا الرق والطبلة والحاجات الجميلة المشهورة بها خان الخليلي والحسين. ودي مشغولات طبعا بتتحط في الرقبة كده، حاجات فرعونية وجميلة، وآلات موسيقية حلوة. ودي تحف نحاسية اهو. شايفين الغزالة والسبرتاية
بالفناجيل بتاعتها اهو، حاجات حلوة بصراحة. كل دي مشغولات نحاسية حلوة. ودي اللي عبارة عن الفوالة، عبارة عن تحفة برضو حلوة. ودي طبعا الشيلة اللي بتقعد عليها. ودي خواتم عليها جميع الأسامي اللي تخطر على بالك اهو. يعني الخاتم مش غالي، ب20 جنيه والله، وحلو وشكله حلو وشيك. وده السبح، جميع السبح. ودي الفصوص اللي بتتحط في الخواتم. السبح برضو سعرها مش غالي هناك، نوعيتها حلوة ومش غالية والله. اشتريت لي كده كم سبحة من هناك. ونكمل بقى المسيرة بتاعتنا. دي برضو الباجز اللي هو الحقائب اللي هي مرسوم عليها العين الزرقاء، طالعة موضة على فكرة. بنات الجامعة كلها بيشتروا منها، برضو مش غالية. وده برضو البنطلون اللي هو الجيب، جيب بنطلون حلو طالع برضو موضة. ده ب180 هناك. في منه اللون الأبيض برضو هوريهولكم. وده برضو محل تحف برضو فرعونية اهو. حاجات حلوة وجميلة بصراحة. وبلدنا بلد جميلة سياحية، وفيها طبعا معالم كتير كتير عن أي بلد تانية تتميز بها. طبعا معروف الحسين والسيدة زينب، السيدة نفيسة، كل طبعا الأولياء الله الصالحين هنا. ده حجر الرجل، ده بيتباع برضو ب10 جنيه، وهناك حلو برضو مش غالي. حبيت برضو أوريهولكم لأن تقريبا ابتدى ينقرض دلوقتي، مش موجود. فموجود هناك في خان الخليلي. نكمل بقى المسيرة بتاعتنا. هنا بقى ده محل مفروشات يعني، ملايات يعني وكده. وده بقى نيجي هنا للآلات الموسيقية، دي الطبلة وده درامز. وده بقى تحف هنا نحاسية جميلة برضو، اطباق كده بتتعلق في الحيطة. وحاجات تحف حلوة بصراحة، عجبتني أوي أوي أوي، منظرها حلو. وقلت لازم أوريها لكم. قلنا نتمشى. ودي بارانيط طبعا، وكابات للسياح. لازم نخرج كده ونشوف كده معالمنا الجميلة. الناس بتجيلها من آخر الدنيا، وقلنا لا احنا ننزل نشوف الدنيا فيها ايه كده. لو عجبتكم الفكرة قولولي، كان كده اروح لكم كده كل مكان. كل مرة اروح مكان كده سياحة واصوره لكم. دي برضو الآلات الموسيقية، دي الكمانجا وده الرق والعود، بس العود كان متعلق كده من فوق. هوريه لكم بقى دلوقتي. وده تحف فرعونية برضو، تماثيل فرعونية اهو. زي ما قلت لكم احنا رحنا مع العصر، والدنيا كان الشمس كانت طبعا ايه، ضاربة في وشنا. ودي برضو مشغولات ذهبية حلوة كده، انسيالات على خواتم. والخواتم طبعا كل اسم انت عايزاه هتلاقيه. ممكن تعملي علقة، ممكن خاتم، وب20 جنيه يعني مش غالي. ودي الجلاليب طبعا الحلوة الفسكوز اهو، ورخيص برضو، اسعارها معقولة مش غالية. ودي إصدارات صلاة حلوة برضو. شايفين طبعا السياح ما شاء الله. معروفة ان خان الخليل والحسين دول السياح. كان بصراحة الجو جميل كان زحمة جامد. كان تاني يوم العيد سبحان الله، رحنا صلينا المغرب هناك، لقينا شايفين الجلاليب دي تحفة تحفة تحفة، طالعة برضو موضة. ها. ودي عبارة عن طفايات برضو. ودي عبارة عن صواني بتتعلق برضو في الحيطة حلوة. مشغولات نحاسية جميلة جميلة جميلة. ودي آيات قرآنية، حاجات حلوة. يا ريت كده اللي يشوف الفيديو ده كده برا مصر يجي يتفرج على معالمنا السياحية الجميلة، هيتبسط والله. وحاجة حلوة، وياخد البركة طبعا سيدنا الحسين. بصوا الشيش اهو. كل اللي عايز يرتاح نفسيا ويبعد الطاقة السلبية يجي هنا، بصراحة حاجة حلوة. اللي عدت دي برضو فناجيل حلوة، فناجيل قهوة مرسوم عليها الست فيروز والسيدة أم كلثوم، برضو حاجة حلوة تحفة.
ونكمل بقى مسيرتنا في الشارع. هو كان في تعب وإرهاق، بس كان ممتع يعني بصراحة. دي برديات، أشكالها جميلة، أشكالها فرعونية وحلوة. وده مصحف بالسبحة بالحامل بتاعه، كان برضو أسعاره حلوة. اهو مصحف حلو يعني، كبير بالحامل بتاعه والسبحة. اهو حاجة حلوة كده وجميلة. طول ما انتي ماشية كده بتتفرجي بقى. بص الآلات الموسيقية، بص العود اهو. اهو جميل. طبعا العود ده من الآلات الموسيقية المصرية الأصيلة القديمة طبعا. اهو نادرا ما حد ما بيستعمله دلوقتي، فيش غير الموسيقى العربية بس هي اللي تستعمله. وادي الرق والطبلة. الأعواد كتيرة اهي. بصوا بقى اللبس الصعيدي الجميل بتاع الأطفال ده عجبني أوي برضه، والفرعوني، اللبس الفرعوني. اه وزي ما قلت لكم، لو عجبتكم الجولة دي قولوا لي، وانا اروح لكم كل مرة ان شاء الله مكان واصوره لكم. بصوا المناديل بقوية دي بتاعت زمان، لو تفتكروا في الافلام القديمة، لسه في رايا وسكينة، المسلسل رايا وسكينة، واللبس الاسكندراني الجميل. السياح بيحبوا الحاجات دي بصراحة، حاجات حلوة وتحفة. ودي حاجات في الأرض بتتفرش زي السجادة كده يعني. ده البخور بقى والمبخرة، ده محل بخور، كركديه بقى وتوابل. وهناك الريحة فظيعة فظيعة فظيعة. اشتريت برضو توابل من هناك، اشتريت بخور وظبطت نفسي كده. بصوا بصوا الريحة، بصوا البخور تحفة. ودي مشغولات نحاسية حلوة برضو، السبرتاية بالفنجال بالصينية، كل ده مذهب، طقم تحفة. اه ودي مشغولات كلها ذهبية. هنا محل حلو أوي هدخله دلوقتي. اه كله مشغولات نحاسية، هدخله لكم بقى دلوقتي. وفيه شوية تماثيل روعة. اهو هتخش المحل ده بينور لوحده كده من كتر التحف اللي فيه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا شايفين الحاجات الأصيلة القديمة الجميلة دي، السرفيزات والغطا بتاعها. بصوا اهو دي فازات، وفي فوانيس بتاعت رمضان القديمة. وبصوا بقى أحلى تمثال، تمثال صلاح الدين. بصوا جميل جميل جميل، عجبني أوي التمثال ده. وده طبعا اسم الله الحسنى. دي صينية اللي جنبي دي بتتعلق برضو في الحيطة. اهو بصوا ده السقف مليان تحف، تحف نحاسية. بصوا تمثال الأسد ده جميل. ودي ده حصان، ودي غزالة، دي كله، وده جمل. دي تحف. بصوا روعة روعة روعة. استمتعوا بقى معايا وبصوا كده واتفرجوا على على شغل المصري الجميل. اهو دي غزالة برضو. ودي مراية وعجبني قوي. وبرضو دي الانتيكات، اللي هي الساعات اللي كانت بتتحط على على الشفونيرة دي. ودي برضو صينية مكتوب عليها فيروز وأم كلثوم. وادي الفوانيس بتاعت زمان، النحاس بتاعت زمان القديمة الجميلة اللي مش موجودة دلوقتي بصراحة. حاجات. هو المحل ده عجبني والله. ده تمثال صلاح الدين برضو عجبني. ودي شمعدانات، اللي عايز تحف طبعا، واللي عايز اي حاجة هنا يجي هنا يتفرج. في بلدنا طبعا، هنا بلد سياحية وجميلة. اهو فسحة كانت حلوة. بصوا بقى الكرسي ده الفرعوني الجميل. بصوا ده حاجات طبعا تبع الحضارة بتاعتنا الفرعونية الجميلة طبعا، اللي ما فيش زيها حضارة في العالم كله. اهو مهما لفينا برضو ورحنا بلاد مصر، بلدنا دي أحلى بلد. وربنا طبعا ذكرها في القرآن 5 مرات. وشوفوا جواها، وشوفوا التحف اللي فيها والحضارة. بصوا الشباشب والجزم دي على شكل برضو جزم فرعونية.
مش عندي برد النهاردة. بصوا برضو نفس النظام، هي السبرتاية برضو بالفناجيل بتاعتها وكده. ودي الشيلات برضو مطلوبة على فكرة، الشيلات لغاية دلوقتي في ناس كتير بتشتريها، تبقى مريحة وحلوة. واها بصوا التحف عجباني اوي، التحف النحاسية دي. اللي بيجي هنا الحسين لازم ياخد له كده حاجة كده تذكار، بيفكروا. اهو ولسه برضو الشارع طويل. احنا هنفضل نتمشى كده بقى لغاية لما المغرب أذن ورحنا صلينا في الحسين. شايفين العقودة الجميلة دي اللي على هيئة عقودة فرعونية تحفة، في منها الفضي وفي منها الذهبي والملون، كان برضو منظره حلو قوي، عجبني. هنا بقى ناس مبسوطة وناس بتغني بقى هنا. معروفين طبعا الشعب المصري طبعا بالضحكة وبالفرفشة طبعا وبالضرب الأصيل. هنا ناس ما شاء الله هنا بيعيدوا طبعا ومبسوطين. هنا على قهوة كده في شارع خان الخليلي، ناس مبسوطة. معروفين طبعا هنا بالفكاهة وبالروح المرحة الجميلة. اهو وده طبعا إصدارات أطفالي حلوة، تتلبس على الجلابية يعني في صلاة العيد يعني وكده. دي سبح حلوة ورخيصة، أنا اشتريت من السبحة الحمرا دي والعسلي. ده بتلبس في الرقبة كده زي الكوليه. اهو حاجات جميلة. وده اللي عدى ده حزام. وده الحسين بقى بالليل كده. احنا خلصنا صلينا المغرب وخرجنا. بصوا المنظر بالليل اهو. بس كان بصوا موت، كان زحمة موت في اليوم ده، تقريبا الناس جت تعيد في الحسين. وخلاص هنا السياح طبعا هنا ده من برا. احنا خلصنا طبعا الجولة بتاعتنا وخلاص. يا رب ان شاء الله كده الجولة تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتم معايا زي ما انا ما استمتعت كده. وياريت تقولوا لي كده رأيكم كده في الكومنتات. حلو نظام ان انا اروح كده جولات واوريكم كده معالم مصر السياحية الجميلة ولا لا؟ ياريت تقولوا لي رأيكم كده في الكومنتات. وقلت تغيير بقى من موضوع الاكل وكده والشرب، اشوف كده النظام ده هيعجبكم ولا لا. واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنة حضراتكم طيبين وعيد سعيد.